بمقر مجلس النواب وفي جلسة شهرية أخرى غابت عنها المعارضة بداعي المقاطعة، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تحدث عن جملة من التدابير الحكومية الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهذا كان هو موضوع الجلسة الشهرية. ريبورتاج عبد الحفيظ المنور وعصام عسول. الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أمام مجلس النواب والمتعلقة بالسياسات العامة غابت عنها فرق المعارضة التي انضاف إليها الفريق الاستقلالي. جلسة أجاب خلالها رئيس الحكومة عن سؤال يتعلق بالجالية المغربية في الخارج، وهو الذي أكد على أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة لتحسين ظروف الاستقبال. كيهمنا المواطن ملي يكون في الخارج يلقى واحد الخدمة قنصلية تاخذ بعين الاعتبار الظروف ديالو وتحاول تسهل له الامور. كيهمنا المواطن اللي وقع له مشكل ما يشعرش راسو بوحدو، يشعر بلادو كلها معاه. فرق الأغلبية دعت إلى المزيد من العناية بهذه الفئة التي تزيد عن 4.5 ملايين خارج الوطن. احنا اليوم في وضع اللي عندنا مقتضيات الدستوريه كتحمي المغاربه القاطنه بالخارج والنهوض باوضاعهم سواء داخل وخارج الوطن. الحكومه بذلت مجهودات جباره كبيره لتحسين اوضاع الجاليه المغربيه بالخارج. المطلوب هو الاسراع وتطوير هذه الجهود. رئيس الحكومة أشار كذلك إلى أن البرنامج الحكومي خصص محورا متكاملا يهم تقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج. واليوم بمقر البرلمان وقع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين محضر لجنة التنسيق بين المجلسين فيما يتعلق بتعديل نظامهما الداخلي. المحضر يهم تنسيق الأنشطة المشتركة للمجلسين وإحداث آلية لتنسيق عمل الغرفتين سواء على مستوى النظام الداخلي أو التشريع والدبلوماسية. وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسات العامة، قرر أعضاء اللجنة اعتماد صيغتين مختلفتين سيتم إدراجهما في النظامين الداخليين للمجلسين.